حبايبي وحشتوني وحشتوني وحشتوني، وميرسي قوي على التفاعل الجميل بتاعكم واللايكات بتاعكم. بتبسط قوي لما انتوا بتبقوا متفاعلين معايا على الصفحه بتاعتي او على القناه بتاعي، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. ويلا بينا نبدا ونقول اللهم صل وسلم عليك يا اشرف المرسلين، ونصلي على النبي. وما تبخليش عليا بلايك وسبسكرايب واشتراك ومتابعه. هو الاشتراك هو المتابعه، ما تركزوش معايا على حكايه شيرين في المطبخ على اليوتيوب وصفحه شيرين الحداد على الفيسبوك. النهارده شوينا الفراخ يا جماعه، شوينا البانيه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. معايا كيلو بانيه مغسول كويس بليمون وخل ومشروف مره واتنين وتلاته. معايا بابريكا، ومعايا فلفل اسود، معايا حبهان مطحون، معايا جوز الطيب، معايا بهارات فراخ، معايا ملح، معايا زبادي، معايا ربع كوبايه زيت. تمام. معايا فلفل اسود، معايا بابريكيو، معايا صويا صوص، ومعايا اللهم صل وسلم عليك يا اشرف المرسلين معلقه صغيره بصل بودر، معلقه صغيره توم بودر. تمام. وحط وقلبي كل الحاجات الحلوه دي مع بعضيها، ويلا نشوف هنعمل ايه تاني. صلوا على النبي على قد ما تقدروا، للي هيشفع فيكم يوم الدين. ما تبخلوش عليا بلايك وتصلي عليه. طبعا معايا كاري، معايا كركم. طبعا انا من كتر البهارات اللي عندي بنسى والله معظمها. تمام. ده صويا صوص. تمام. بصي المتاح عندك حطيه، انت بتحطي الحب كله لولادك في الاكل اللي انت بتعمليه. تمام. يعني لو شويه فلفل وشويه جوز شويه حبهات 7 بهارات، الاكل بتاعك هيطلع زي الفل. لو عندك شويه فلفل اسود وشويه ملح اكلك هيبقى زي الفل. المهم البركه بتبقى في البيت. سيبك من البهارات اللي عندي، انا قلتها لك وحطها لك وحاطه كل حاجه الخطوات بتاعتها قدامك. ما بخلتش عليكي باي حاجه. والحمد لله ولله الحمد، انا من ساعه لما فتحت القناه بتاعتي والصفحه بتاعتي لو على الفيسبوك او على اليوتيوب، انا بتقي الله وبعمل بما يرضي الله. يعني ما بعملش مونتاج واحط والزق زي اللي بيعملوا. انا حتى لو الاكل مش حلو بقول، لو الاكل حلو بقولكم جربوه. تمام. انا يا جماعه ما عنديش يعني ايه تزييف في علاقتي مع ربنا. انا بتقي الله، عشان كده الحمد لله التفاعل عندي ضعيف. تمام. حطينا البهارات بتاعتي، هنقلب كل الحاجات الحلوه دي مع بعضها، وشم الريحه من قبل ما تعمليها. شم الريحه من قبل ما تعمليها. معاكي طبعا الصينيه بتاعتك ايا كان، بايركس، تيفال، المونيا، اي حاجه عندك، بس خلي بالك ان البانيه نفسه بيكش. تمام. دهنت الصينيه بتاعتي اهو بماده دهنيه، وهتبداي ترصي البانيه اللي انت عملتيه. طبعا انا بعد ما عملت التتبيله بتاعته حطيته بتاع 3-4 ساعات في التلاجة عشان يتشرب التتبيله بتاعته. وبعد ما رصيته في الصينيه، تمام، وكنت مولعه الفرن قبل كده وحطيته في الفرن. يلا بينا بقى نعمل صلصه الطماطم عشان نعمل شويه مكرونه جنب البانيه. مش هينفع ناكل بانيه كده، زهقنا من البطاطس، بطننا زرعت بطاطس. معايا بصلايه، معايا معلقه توم، معايا الطماطم بتاعتي. ما البصلايه احمرت نزلنا بيها. هنحط البهارات بتاعتي 7 بهارات وشويه فلفل اسود، معلقه سكر، شويه ملح، معلقتين 3 صلصه، عشان انتوا عارفين طبعا الطماطم بتبقى فاتحه. تمام. سيبي الصلصه بتاعتك دي لما تشرب ميتها. شوف هي عامله ازاي. انا عايزه الصلصه دي تبقى القعر، تبقى بصوا عايزاها تختفي خالص من الحل. طبعا انت سلقه المكرونه بتاعتك وشطفها والكلام دوت. المكرونه طبعا ما فيهاش قصه يعني. طبعا حطيت اهو معلقه سكر صغيره، طبعا المعلقه اللي انا مسكتها الصغيره. قلبي كل الحاجات الحلوه ديت. بعد ما الصلصه اتسبكت، المكرونه اهيت، البانيه بعد ما طلع من الفرن اهوت. الكاميرا ظلمه يا جماعه، ادعوا لي اشتري ايفون، الكاميرا هتبقى احسن. تمام. التصوير يا جماعه والله بيبقى ظالم الاكل، عشان في ناس بتقولي الاكل بتاعك فاتح وكده. والله التصوير بيبقى ظالم الاكل، لا يفتحوا لا يغمقوا. انا مش عارفه ايه حكايته في التليفونات. ما تبخليش على بلايك وتصلي على النبي. باي باي.